السلام عليكم. فيديو جديد ووصفة جديدة. هنعمل النهاردة 6 تورت سويس رول فانيليا بطريقة سهلة جدا، وتنفع كمان لشغل الاونلاين والكافيهات، وممكن كمان لو رايحة زيارة عند حد بتبقى حلوة جدا. يلا مع بعض نشوف طريقتنا ايه. اول حاجة هبدأ اعملها كيك السويس رول. المقدار هنا مضاعفاه ل3 مرات. الصاج اللي انا هستخدمه 30 في 40، فانا هنا هستخدم 3 صاجات. معايا هنا 12 بيضة و360 جرام من الدقيق و360 جرام من السكر و3 معالق صغيرة من البيكنج باودر وذرة ملح ومعلقة ونص من الفانيليا. لو انا هعمل مقدار واحد بس، يعني صاج واحد بس 30 في 40، هيكون معايا 4 بيض و120 جرام سكر و120 جرام من الدقيق ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة من الفانيليا. ودلوقتي هضيف البيض كله من غير فصل بياض عن صفار، وهضيف الملح والفانيليا وهضربهم كويس جدا لغاية ما لون البيض يفتح معايا خالص. طبعا انا مش حاطة هنا محسن جل، فبعتمد على ضرب البيض كويس لان هو المادة الرافعة معايا في الكيك. في الكيك الاسفنجي بدون محسن لازم نمشي على الخطوات دي كويس جدا عشان الكيك يطلع معاكم هش وطري. ودلوقتي هبدأ اضرب في البيض مش اقل من 10 دقايق لغاية ما لونه يفتح معايا ويكون بالشكل ده. ودلوقتي هبدأ أضيف الدقيق. بضيف الدقيق على 3 مراحل، وكل مرحلة كده بفضل أقلب وبعدين أرجع أحط دقيق تاني. أنا دلوقتي حطيت الدقيق وحطيت كمان البيكنج باودر معاه، وهحط كمان عليها شوية دقيق تاني كده وهنخلهم. وبجيب المضرب كده وبقلبه بالراحة خالص. طبعا التعامل مع الكيك الاسفنجي بدون محسن بيكون حساس شوية، يعني احنا بنعتمد على الهواء اللي داخل البيض. ودلوقتي ضفت الخليط ل3 صاجات. مقاس الصاج الواحد 30 في 40. هدخله الفرن على درجة حرارة 180. هياخد معايا تقريبا من 12 ل 15 دقيقة ويكون استوى. وبعد ما يخرج من الفرن بغطيه بفوط. طبعا انا مش بشتغل فيه على طول، بسيبه تقريبا يعني ممكن مش اقل من 10 ساعات وبعدين بشتغل فيه. مقدار الكريمة اللي انا هستخدمها معايا ربع كيلو من الكريم شانتيه هايبر المتحدة، وكوب سكر ونص كوب من الباستري كريم. ومقدار المية اللي انا هحطه نفس مقدار الكريمة، يعني انا لو هحط 2 كوب من الكريمة يبقى هحط 2 كوب من المية. طبعا المية لازم تكون متلجة. ودلوقتي حطيت المية وهحط معاها كمان السكر واضربهم مع بعض لغاية ما السكر يدوب. وبعدين بحط الكريمة. ممكن كمان نضيف مع الكريمة لبن بودرة او كمان نوتيلا بيضة لو عايزين تعززوا الطعم يعني، بس انا اكتفيت بالباستري كريم. اداني برضو طعم حلو وقوام حلو برضو. مقدار الكريمة مع المية بيختلف من الجو الشتاء او الصيف. يعني انا مثلا في الصيف دلوقتي فانا حطيت المقدار الكريمة قد المية. لو في الشتاء ممكن نحط مثلا مقدار ونص المية قصاد الكريمة. ودلوقتي هشيل الكيك من الصاجات. انا كنت عملت الكيك من بالليل، والصبح دلوقتي اهو انا بحشيه. بشيل الورقة اللي بتكون من تحت، وبكون حاطة ورقة زبدة من تحت كده عشان تشيل معايا وش الكيك اللي هو بيكون من فوق. بصوا الكيكة بسم الله ما شاء الله، يعني جميلة جدا وطرية وهشة. انا بفضل اتني فيها واقلب، مش بتتقطع معايا خالص.
هشة وطرية وعاملة زي النايتي. انا بتنيها هنا كتير عشان بوضح لكم ان هي مهما اتنيها فمش بتتقطع معايا. طبعا الكيك ده ينفع مش للسويس رول بس، ممكن كمان لو هنعمل منه جاتو او كمان ممكن تورت. يعني ممكن التلاتة دول نحطهم فوق بعض كده ويتعمل معايا تورتة كبيرة. ودلوقتي بقسم الكيك على 2. يعني بجيبها دلوقتي مسطرة كده عشان اشوف اقيسهم بالظبط واقسمهم بالنص. انا دلوقتي قسمتها كده بالسكينة، وبعدين بجيب مقص عشان اقص الورقة كده بالنص، لان الورقة دي انا هستخدمها في لف سويس رول. طبعا احنا لو عايزين سويس رول كبير ممكن نلفه كله كده مع بعض وهيبقى معايا سويس رول كبير، وبعدين بيتقطع طبعا بيبقى سويس رول عادي. بس انا هنا عشان عايزة اعملها نظام تورتة فاخدت نص الصاج يعني وهلفه. دلوقتي بحط الكريمة على الكيك وبفردها كلها كده بالسباتولا. وبجيب طرف الكيك كده من هنا وبحاول ان انا اتنيها. طبعا انا مش بشيل الورقة، انا بتني بالورقة. يعني بصوا انا تنيت كده وبعدين باخد الورقة زي ما انتوا شايفين، بلف كده بالورقة، وبعدين بحط الورقة كده من تحت وبلفها عليه وبحطها على جنب، وبعدين بعيد نفس الخطوات تاني. طبعا السويس رول هنا انا بشيله في الفريزر بعد ما بلفه كده بالورق كله، بحطهم في الفريزر وبعدين ببدأ اشتغل في التجليس والتزيين. ودلوقتي حشيت السويس رول كله هحطهم بلفتهم زي ما هما كده في الفريزر، وبعدين هبدأ اجلسه وازينه. ودي الكريمة اللي فضلت معايا، بس طبعا انا هزود كريمة تاني، مش هتكفي معايا التجليس. وده شكل لفة السويس رول بعد ما طلعت من الفريزر. بشيل الورقة من عليها وبعدين بحطها كده وبجيب الكريمة واغلفها بيها.
بحط طبقة من الكريمة وبحاول كده ان انا اغلفها كلها. بجيب الاسباتولا واوزع الكريمة على السويس رول كله، وبعدين بجيب ورق الفاكيوم ده وبسحب بالكريمة كده من فوق بالراحة خالص، لاني عايزة السطح بتاعها يكون املس كده وناعم. لو في اي فراغات في الكريمة هملاها وبعدين اسحب تاني كده بالفاكيوم هتتظبط معايا. ودلوقتي بعد ما غلفت الكيك بالكريمة واحطه في التلاجة وباخد واحدة واحدة ازينها. دي اول واحدة هزينها بالنوتيلا البيضة ماركة سما، وكمان في ماركة فيلدن حلوة برضو هحطها في كيس حلواني وهبدأ ازين بيها. تاني واحدة هنا هزينها بجول الفراولة، برضو بيكون جاهز. ده بيكون طعمه حلو جدا، ينفع للتورت والسويس رول والجاتوهات. في منه المانجا وفي منه الكراميل وفي منه الشوكولاتة، بس انا بيعجبني طعم الفراولة احلى واحد. تالت واحدة زينتها بمربى الحليب، برضو بتكون جاهزة ماركة المتحدة، بيكون طعمها حلو جدا. رابع واحدة زينتها بالنوتيلا، ممكن كمان نستخدم بديل النوتيلا اللي هو ميكس تيلا، بيكون طعمه حلو برضو. التزيين ده بيبقى اختياري طبعا، بتزينه زي ما تحبوا. خامس واحدة عملت بجيل الفراولة والكريمة، خلطتهم كده مع بعض وبعدين حطيتهم على السويس رول، وقعدت كده اعمل بالسباتولا على شكل امواج، طلعت معايا الشكل حلو. حطيت بندق مجروش على النوتيلا وكريسبي ابيض على السويس رول التاني. وحطيت فستق على النوتيلا البيضة، وعين جمل على مربى الحليب، وكريز اخضر على جول الفراولة. وسويس رول السادس ده جمعت فيه كل الصوصات وعملته كده ميكس بين كل الصوصات، النوتيلا والنوتيلا البيضة والمربى الحليب وجول الفراولة. بعد ما زينتها ممكن نقدمها كده زي التورتة، او ممكن نقطع الرول ل6 أو 7 قطع وتكون زي الجاتو. وده كان فيديو النهاردة تورت السويس رول. هحاول ان شاء الله الفترة اللي جاية انزل فيديوهات للتورت وشغل الاونلاين والكافيهات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله.